السلام عليكم. معكم رشيد أبو زيد. وكيف تنطق رموز الخط المصري القديم؟ في طريقة هبدأ لك بيها إن شاء الله، أو هحاول إن شاء الله أستمر إن أنا أطرحها لك في فيديوهات مستمرة. الطريقة دي أنا عن نفسي جربتها وتعلمت بيها الخط المصري القديم. إيه الطريقة دي؟ إن أنت تتعلم منطق الرموز وأشكالها وكل شيء عنها من خلال الكلمة نفسها. يعني صعب جدا في الخط المصري القديم انك تحفظ الرموز كلها مرة واحدة وتاخد الرموز وتطبق على الكلمات. ليه؟ رموز متعددة بتعدي 1000 رمز او اكتر تقريبا. انا ما صراحة سمعت كده كما حصرتهمش. فافضل طريقة انا عن نفسي جربتها وانا اللي اتعلمت بيها العلم ده اللي بطرحه ليكم بفضل الله عز وجل، اني اتعلمت منطوق الرموز ومعانيها من خلال الكلمات مباشرة على طول. ما حفظتش رموز، حفظتها بعدين الرموز. هناخد كلمات بننطقها حاليا في مصر، وعايزين نعرف هل الكلمات دي منتشرة في منطقة الشرق الأوسط ولا لا. مثال معايا هنا، الفم من مسميات الفم عندنا في مصر الحنك. الحنك يعني أيوة الفم اسمه حنك، عندنا في الصعيد بنقول عليه حنك. معرفش هل في كل ربوع مصر بتنطق حنك ولا لا، بس على ما أظن موجودة في كل مكان. طب يا ترى ايه اصل التسمية دي؟ ايه معنى حنك؟ تخيل لقيتها في الخط المصري القديم ولقيت لها معنى جميل. تعال نكتبها ونعرف معناها ونبدأ نطابق المعنى ده على المسمى اللي احنا اطلقناها على الفم، وهل ينسجم معاه ولا ما ينسجمش. بالخط العربي هنكتبها كده، ادي حنك، حنك، ادي حنك بالخط العربي. طب بالخط المصري القديم موجودة في القاموس، كاتب ازاي؟ ادي الحاء اللي هو الضفيرة، الضفيرة او الحبل المشدود ده، ادي الحاء. في نبات اخر تاني كده هنحلل واحدة واحدة. ودي النون. هنا في السلة اللي هي بودن واحدة، تحتيها المخصص، تحتيها هنا كده فيه مخصص اللي هو ايه، ذراع ممتد كده وشايل فوق ايده حاجة كده زي ايه، جرة. دي اسمها حنك. تعال نحلل مع بعض وبعد كده هقول لك معناها ايه ونطبقها مع المسمى اللي بنطلقه على الفم حاليا. لاحظ ان النبات ده نبات الحنة، نبات الحنة. فاخدوا الجزء الاول فيه في المنطوق الصوتي حن او حن، الاثنين اللهجة حرة، انطق زي ما انت عايز، حن او حن. الحبل ده المشدول او الضفيرة دي بداية صوتية للرمز ده للنبات ده. يعني ممكن اشيل الحاء دي خالص وبرضه هتبقى حن او حن، حنك. يعني ممكن اشيل دي خالص وبرضه هي زي ما هي حنك. بس هو المصري القديم دايما كان بيأكد لك على المنطوق، فجاب لك الرمز ده قبل الرمز ده. يعني الرمز ده اسمه بينطق حن، ودي نهاية صوتية ليه اللي هي الموجة اللي هي النون، حن. كل دول كده بينطقوا حن. فهمنا؟ زي نقرأ الخط المصري القديم، ما بقول لك لازم تطبق على الكلمات، لأن في كل كلمة بيظهر لك شيء جديد بنفس الرمز على فكرة. يبقى دي بداية صوتية، وادي النبات بينطق حن، ممكن اشيل الرمز ده خالص وزي ما هي حن. ودي نهاية صوتية نون، وممكن اشيل النون دي خالص واشيل دول. يعني دي ممكن اكتبها كده، شايفين؟ اعمل كده دي حن. وادي الكاف، وادي المخصص اللي هو فيه فوقيه الجر كده، يشيل الجر. دي برضو حنك. دي هي دي. شفتوا جمال الخط المصري القديم؟ بس لازم تكون خبير في القراءة بتاعته. انا اختصرت، هو اختصرنا هنا عمل لك تفصيل. ساعات بيجي بيختصر، هنا عمل لك تفصيل للرمز، قال لك منطوقه ايه وحلله لك بالتفصيل. وهنا اختصروا، ممكن يختصروا. طب ايه معنى
حنك في الخط المصري القديم. بص، ميك يصنع، اوفرينج اوفرينج يعني يصنع تقدمة ليه. تو يعني يصنع تقدمة ليه، يعني هو بيقدم هبة أو عطاء لشيء معين. والفم كده، احنا طول النهار للفم بنديله اوفرينج، تقديمات، هبات، عطايا، ناخد ونديله. يبقى ده صاحب التقدمة، صاحب الهبات، صاحب العطايا اللي بنديله دايما العطايا. وليه معنى آخر برضو، تو بريزنت، يعني للتقدمة، للعطاء. هو ده، مش ده طبيعة الفم؟ دايما الأكل معناه أنا بقدم له الأكل وبقدم له الشرب، ودي عطايا أو هبات. احنا أخذنا الفعل وأسقطناه على المنطقة دي لأنها بيؤدى فيها نفس الفعل. شفتوا عاد؟ احنا ما عارفينش أصلها، عرفنا فين أصل الكلمة؟ ما زلنا بننطق حتى الآن كلامنا المصري القديم، وبننطق جذور كلمات عربية. ده لسه دي فتفوتة صغيرة في الخط المصري القديم، وهنحاول نتعلمه إن شاء الله. أنا هبدأ، اعتبروني بادئ من النهاردة، واللي عدى سيبكم منه، اللي هو على الصفحة دي، اللي الصفحة دي متخصصة بعلم المصريات، وهجيب فيه برضو جداريات وهشرحها بالتفصيل إن شاء الله. دي بداية بس، فيديو بداية كده، تنشيط. كل مرة هجيب لك كلمة وحللها لك ونحفظ رموز. شوف خدنا كم رمز، اوعى تستخف بكلمة واحدة. ادي رمز 2 3 4 5. دي بتنطق كاف، السلة كاف. ده مخصص، الزراعة الممتد ده مخصص وشايل جرة. الجرة دي فيها طعام أو شراب بيقدم. صحيح؟ يبقى المعنى كده مطابق ولا مش مطابق؟ جميل إن شاء الله. ده لسه في حاجات هتصعق من خلالها، تقول ده يا نهار أبيض، ده احنا لسه بنتكلم المصرية القديمة حتى الآن في مصر. ده أنا هجيب لك أشياء متعددة إن شاء الله. استمتع بدي واحفظ دول، اعمل كراسة عندك وابدأ سجل كل رمز كده واكتبه، واعمل انت تنظيم لنفسك، وضب الرموز بتاعتك بمنطقها تحت بعضيها. انا هديها لك عشوائية وانت رتب، حاول. ادي الح، وادي الحن برضو تبدأ بح، وادي النون، وادي الكاف. وده مخصص ليس له منطق هنا، لكن له منطق في مكان آخر إن شاء الله بنجيبه لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.